أكتر حاجة بحبها في الإسلام هي حرصه على وضع ضوابط وآداب للمعاملات، ومن أجمل الآداب دي آداب المجالس واحترام خصوصية ومشاعر الآخرين، واللي بدورها بتساعد على سلامة العلاقات بين الناس وبعضها. وعشان كده نهى الإسلام عن كل ما يفسد سلامة هذه العلاقات، زي الغيبة والنميمة والبهتان واللي اتكلمت عنهم قبل كده. لكن النهاردة كلامنا هيكون عن النجوى، وهي ببساطة لو تخيلنا إن الناس قاعدين مع بعض مش أقل من 3، 2 منهم أخدوا جنب وبدأوا يتكلموا مع بعض، يا ترى إيه هيكون شعور التالت؟ أكيد هيتضايق ويزعل ويفتكر إن الكلام عليه. ونفس الحكاية لو اتكلموا بلغة تانية هو مش عارفها، وعشان كده ربنا نهانا عن النجوى. يعني لو انت في قاعدة لازم تراعي إن مفيش كلام جانبي مع حد لو انتم 3 إلا بإذن الشخص التالت، أو إن اللي قاعدين نظام اتنينات وكل واحد بيتكلم مع اللي جنبه. وعندك كمان استثناءات تانية زي الأمور اللي ما ينفعش فيها العلانية أصلا، عشان ممكن تسبب أذى نفسي، زي لو هتصلح بين الناس أو هتطلع صدقة أو هتأمر حد إنه يعمل معروف.